هاد اليوتيوبر العربي غادي يمشي لجزيرة إبستين وما غاديش تخيلوا شنو غادي يلقى فيها. هاد اليوتيوبر سميتو احمد ابو الرب قدر على انه يمشي لجزيرة إبستين باش يكتشف اشنو طاري فيها. غادي يمشي يتوجه، غادي يشد الطياره لواحد الرحله كانت المده ديالها 17 ساعه، وغادي يتلاقى مع واحد صاحبه غادي يكريو جيت سكيات باش يمشيو بهم لجزيره إبستين. هو في الاول ما كانش باغي يمشي للجزيره يقرب لها بزاف، يعني كان باغي غير يبقى بعيد عليها ويصورها، ولكن غادي يدخل ليها. وقبل ما يدخل للجزيره غادي يطير الدرون ديالو فوق الجزيره باش يكتشفها. وهنا غادي يبان داك المعبد فين إبستين كان كيعبد الشيطان ديالو والعياذ بالله. وهنا غتبان واحد الدائره كبيره وسطها واحد العلامه كبيره حتى هي، ما عرفش ديالاش هاد العلامه الصراحه. الاخوان كتبوا لي في التعاليق اللي عرف ديالاش. وهنا غتبان هاد البلاصه اللي كانت كتبنى وما عرفناش شنو كان باغي يدير فيها هاد الشيطان هذا. ومن بعد غادي يصور البلاصه اللي كان ساكن فيها إبستين، هي واحد الفيلا كبيره وفاخره. يعني الصراحه هادشي كيبان عادي، لحقاش اي واحد لاباس عليه غادي يقدر يعيش في هاد الفيلا هادي. ولكن الحاجه الغريبه اللي طرات هي هاد اليوتيوبر الدرون ديالو غادي تقطع على الاشاره ديالها في لحظه والسبب مجهول، ومبقاش قادر على انه يتحكم فيها. ومن بعد 10 دقائق غادي يبان هذا المشهد الخطير، وغادي تمشي له الاشاره عاوتاني، وفاش غادي ترجع الاشاره غادي يلقى الدرون طايحه في واحد البلاصه وباقا كتصور. وهنا اليوتيوبر ابو الرب غادي يقصد الجزيره باش يرجع الدرون ديالو ويجبدها من تما. المهم غادي ينزل بالجيت سكي ديالو وغادي يمشي يقلب على الدرون ديالو. المهم وصل الجزيره وغادي يوصل حتى لذاك المعبد اللي هضرت لكم عليه. وهادشي اللي كان. والصراحه الاخوان الحاجه الوحيده اللي حيراتني هي ديك الدائره اللي صور. ما عرفتش هذوك الرموز اللي فيها شنو هما. اخوان انا وصلت لهنا ما تنساوش ديروا معكم واحد الاشتراك الا بغيتو، وشي لايك الا بغيتو تدعمونا باش يوصلكم فيديوهات جداد. يلا تهلاو.